درس. تمام. برضه حجم ال 14 درس ده كتير، يعني واحنا الطبيعي السنه اللي فاتت في ثانيه ثانوي كان عندنا 8 دروس بس في الترم الاول و8 دروس في الترم الثاني. فهو انت المنهج اللي انت بتاخده السنه دي برضه قد منهج الترمين كلهم. طيب مبدئيا احنا هندوس شويه في الشرح، هنحاول ندي كم كبير، بس اول حصتين لا، اول حصتين ثلاثه كده هتلاقيني باسسك فيهم، واهم كلام هيتقال فيهم، كل اللي جاي متوقف عليه بعد كده. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام وركز معايا. هنراجع في اول 10 دقائق كده يا دكاتره مراجعه سريعه على حاجه اسمها الكميات الايه؟ الفيزيائيه. يعني انا هديك دلوقتي اول 10 دقائق بس كده مراجعه، عشان الناس مثلا اللي ما كانتش حاضره قبل كده ولا بتاع تفهم احنا بنتكلم عن ايه. هو يعني ايه كميات فيزيائيه اصلا؟ الكميات الفيزيائيه يا دكاتره اي شيء يمكن ايه؟ يمكن قياسه. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. عليكم السلام. بسرعه يا عبد الرحمن. يبقى اي حاجه احنا بنقيسها بنقول عليها كميه ايه يا دكتوره؟ فيزيائيه. كرر مع بعض. يلا يا حاج على طول. شباب بلاش كلام خالص. اي شيء احنا بنقيسه او اي حاجه ينفع تتقاس كنا بنقول عليها كميه ايه؟ فيزيائيه. يعني دلوقتي حضرتك لما اسالك الطول بيتقاس ولا لا؟ يبقى الطول ده كميه ايه؟ طب الوقت، الزمن يعني بيتقاس، يبقى الزمن برضو كميه ايه؟ طب اي عربيه ماشيه في الشارع مش لها سرعه؟ السرعه بتتقاس ولا ما بتتقاسش؟ يعني انا اقدر ابص في عداد العربيه كده اعرف السرعه كام، او اقدر احسب المسافه على الزمن فاعرف السرعه كام. فبرضو السرعه تعتبر كميه ايه؟ فيزيائيه. يبقى تاني كلنا مع بعض، يعني ايه كميه فيزيائيه؟ اي شيء يمكن قياسه وله وحده قياس. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها وبنراجع عليها دلوقتي انواع الكميات الفيزيائيه، في منها الكميات الاساسيه، تمام، وفي عندنا كميات بنقول عليها الكميات الايه يا دكاتره؟ المشتقه. صلى على يشفع فيك كده عليه الصلاه والسلام، وركز لي في كل كلمه بتتقال لك، ودايما ذاكر من السبوره اللي قدامك دي، لان باذن الله باذن الله مش هتلاقي حاجه بره امتحانك، يعني حاجه جوه امتحانك مش جواها يعني. صلى على الحبيب. يعني ايه كميات اساسيه؟ الحاجه اللي انا بقيسها فبعرفها على طول من غير ما اقيس حاجات تانية بقول عليها اساسيه. يعني مثلا انا قلت لك الحصه اللي فاتت يا حاج سيف، صح؟ قول لي يا عم سيف كده، انا لو عايز اقيس طولي هعمل ايه؟ الطول يا حاج شريط متر، صح؟ وقست الطول، صح؟ هل انا دلوقتي انت هتقيس طولك بالسرعه على الزمن ازاي؟ انا دلوقتي لو جبت شريط متر وقست طولي معايا مش عرفت الطول؟ هل انا قست حاجات تانية غير الطول؟ يبقى الطول ده كميه ايه؟ اساسيه. طب انا لو عايز اقيس الزمن، احسب الزمن، اعمل ايه؟ همسك الساعه دي ابص فيها دلوقتي، عرفت مثلا ان الساعه 3، بعد شويه ابص فيها لو لقيتها 4 يبقى كده قدرت احسب الزمن. بلاش نتكلم بقى. يبقى الزمن بينفع يتقاس. هل انا وانا بقيس الزمن قست حاجه تانية؟ يبقى الزمن برضو كميه ايه؟ اساسيه. يبقى هي الكميات الاساسيه قلنا هي الكميات التي ايه بقى يا دكاتره؟ التي لا تعرف بدلاله كميات فيزيائيه، تمام، اخرى، او بدلاله كميات فيزيائيه اساسيه. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. زي مين بقى يا دكاتره؟ احنا اتفقنا مع بعض هنحفظهم، هم 7 كميات وهنضيف عليهم كمان 2 في الاخر، تمام؟ ادي 5 ادي 6 ادي 7 وزود عليهم ادي 8 وحط عليهم كمان 9. الكميات الاساسيه هم 7 كميات. يعني ايه كميات اساسيه تاني؟ قلنا يعني ما بحتاجش اقيسها بدلاله حاجه تانية، هي بتتقاس لوحدها معرفه نفسها. الطول كنا بنقول طول يعني ايه؟ مسافه. ركز بالله عليك كده معايا. الكتله قلنا معاها مين يا دكاتره؟ الزمن. ممتاز. كنا بنقول عندنا شدتين، في شده التيار وشده الاضاءه. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. في كمان كميه الماده وفي درجه الحراره. في عندي حاجه اسمها الزاويه المسطحه والزاويه الايه؟ المجسمه. حفظناهم زي اسمنا، وعشان الناس اللي ما حضرتش الكلام ده هنعيدهم مره تانية، بس صلى عليه يشفع فيك كده عليه الصلاه والسلام.
بصوا يا شباب نكرر كده مع بعض. يعني ايه كميات اساسيه؟ كل الناس تقول مش عايز حد يقعد ما بيكررش معايا. الكميات التي ايه؟ تعرف بدلاله كميات فيزيائيه اخرى. لا كرر معايا بالله عليك، ما تتكسفش كده. ها، يبقى هي الكميات التي ايه؟ لا تعرف بدلاله كميات فيزيائيه اخرى. يعني دي لما باجي اعرفها ما بعرفهاش بدلاله حاجه ثانيه، هي بتتقاس وخلاص. الكتله انا لو عايز اعرف كتلتي هعمل ايه؟ مش هروح اقف على ميزان. انا رحت وقفت على الميزان ما قستش حاجه غير كتلتي خلاص، بلاقي مكتوب مثلا 70 كيلو جرام، يبقى انا 70 كيلو جرام. تمام؟ طب عايز اعرف شده التيار، في جهاز كده بيقيسه لي يقول لي هو كذا. عايز اعرف شده الاضاءه، اللمبه دي اضاءتها قد ايه؟ شدتها عاليه ولا شدتها ضعيفه؟ في جهاز برضو بيقيسه لي. عايز اعرف كميه الماده، بتتقاس برضو مره واحده. يبقى الحاجات دي كلها بتتقاس باداه قياس وخلاص. تمام؟ عشان كده بنقول عليها ايه؟ اساسيه. تعالوا بقى نحفظهم مع بعض. قلنا الحصه اللي فاتت طول يعني مسافه، نكرر كده مع بعض. طول يعني ايه؟ ومسافه يعني كمان مره. طول يعني مسافه، ومسافه يعني الكتله معاها زمن، والزمن معاه عندنا كم شده؟ شده التيار وشده الاضاءه، كميه الماده ودرجه. تمام؟ وعندنا كمان الزاويه المسطحه والزاويه الايه؟ تعالى بقى نقولهم مع بعض كده تاني. طول يعني ايه؟ مسافه يعني، كرر يا حبيب قلبي معايا بالله عليك. طول يعني ايه؟ ومسافه يعني كتله معاها والزمن معاه. عندنا كم شده؟ شده وشده كميه ودرجه. لازم تحفظ الكلام ده، فانت لازم تكرره. الكلام ده مش كلمتين كده محطوطين في الكتاب وخلاص، لازم فعلا تكون حافظه. هتشوف دلوقتي الكتاب بتاعك نزل خلاص في المكتبات، لازم تروح تجيبه بسرعه. نزل امبارح، اتبعتت لي نسخه امبارح، وعدت لكم كمان على اليوتيوب اول 20 سؤال في الدرس. هتلاقوا دايما كل الاسئله بتاعتكم موجوده على الايه، لا اما على اليوتيوب محلوله، احنا كده كده هنحل هنا، بس هتبقى لا اما نازله لكم على اليوتيوب محلوله، لا اما جروب التليجرام بتاعنا. تمام؟ يبقى نقولهم كده مع بعض لاخر مره. طول يعني ايه؟ مسافه يعني، قول عشان اخليك تسمع حالا. كتله معاها زمن معاها. عندنا كم شده؟ شده التيار وشده كميه الماده ودرجه. عندنا في زاويه اسمها مسطحه وزاويه اسمها ايه؟ مجسمه. واحد لا بقى كده وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بصوا يا شباب مبدئيا كده كل الناس تحفظ لي دول في ثانيه كده. يعني لما اجي اقول لك يعني ايه كميات اساسيه، تكون حافظ لي القانون وتكون حافظ لي التسعه دول زي اسمك دلوقتي حالا في دقيقه كده. هديكوا دقيقه واحده بس، مش اكتر من كده. حافظهم بقى من الحصه اللي فاتت. ماشي؟ هو المفروض، هو انا لو هقولهم لاول مره مش هطلعك غير وانت حافظهم، بس عشان احنا بنراجع مش عايز اضيع وقت الحصه، يبقى كله بيتعاد. كمان حضرت معانا؟ ماشي. دي كانت الاغنيه بتاعتنا المفضله السنه اللي فاتت دي. حضرت قبل كده؟ جدع. ماشي. ها، خلصنا. احنا لازم نبقى مميزين اصلا السنه دي، المنهج طويل، لازم تبقى مميز في الحل شويه، بتحل كتير. لازم كمان حتى الحاجات اللي محتاجه تتحفظ تبقى انت حافظها بطريقه بحيث انك انت ما تنساهاش ابدا. عايزك يبقى تركيزك في البيت على الحل فقط، اروح احل بس. تمام؟ تاني نكرر كده مع بعض الصفحه الصغيره دي. الكميات الفيزيائيه هي ايه؟ اي شيء يمكن قياسه وله وحده. اهي نقول لك بقى، نكملها لك. وله وحده قياس. صلى عليه يشفع فيك كده عليه الصلاه والسلام. الكميات الاساسيه دي كميات لا تعرف. كميات ايه يا دكاتره؟ اهم نقطه الحته دي، انك انت تبقى عارف ان هي لا تعرف بدلاله كميات فيزيائيه اخرى. يعني انا وانا جاي بقيس الطول مش هجيب اي حاجه تانية، بقيس الطول مره واحده. المسافه برضو، الكتله، الزمن. انا لو عايز احسب زمن مش هحسب حاجه تانية. طب تعالى اول ما تعرف يعني ايه كميات مشتقه هتفهم الكلام اللي انا قلت لك عليه. الكميات المشتقه هي الكميات التي ايه بقى؟ تعرف بدلاله ايه يا دكاتره؟ كميات فيزيائيه اساسيه او كميات فيزيائيه اخرى. تمام؟ صلي على يشفع فيك كده عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا انا لو جيت قلت لك السرعه، هي السرعه بتساوي ايه؟ المسافه على الزمن. يعني الولد الجميل الحلو اللي قدام حضرتك ده، تمام؟ وطبعا احنا مهاراتنا في الرسم هتظهر كتير السنه دي، عمال بيجري الناحيه دي لحد ما وصل هنا. تمام؟ فضل يجري 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 لحد ما وصل هنا. شو هو كده قطع مسافه؟ المسافه دي مثلا بنقول عليها اكس، وعشان يتنقل من هنا ويروح هنا خد زمن. طب انا عشان احسب السرعه لازم اقسم المسافه على مين؟ الزمن. يعني انا عشان اجيب السرعه رحت قست المسافه وكمان رحت قست وبعد كده قسمتهم. يعني ما قدرتش اجيب السرعه زي ما جبت الكتله كده، صح؟ كتله انا عملت ايه؟ رحت وقفت على الميزان وخلاص فعرفت كتلتي.
ما جبتش حاجه تانية، ما قستش حاجه تانية، لكن انا اصلا علشان اقيس السرعه الاول رحت قست مين؟ وقست بس، يعني السرعه جت بسبب حاجات تانية. طب مثلا لما اجي اقول لك القوه، والقوانين دي لازم هنحفظها، بتساوي حاجه اسمها الكتله في العجله. تمام؟ بص لو عايزه تحسبي قوه اي جسم الاول لازم تحسبي الكتله، وبعد كده لازم تحسبي، يعني انا كان مطلوب مني احسب مين؟ القوه، فلقيت نفسي بحسب ايه؟ واحسب وبعد كده بضربهم في بعض، يبقى الكتله دي، يبقى القوه دي كميه ايه؟ مشتقه. يبقى الكميه المشتقه بعرفها ازاي؟ بلاقيها لازم اقيس حاجات تانية الاول، لكن الكميات الاساسيه بتيجي لوحدها مره واحده كده. حفظنا الاساسيه. بص بقى لما يقول لك كميات مشتقه، دول كلهم اساسيين صح؟ تمام؟ اي حاجه غيرهم بنقول عليها مشتقه. احفظوهم كده تاني معلش. طول يعني، مسافه يعني، كتله معاها، الزمن معاها، عندنا كم شده؟ شده وشده الاضاءه، كميه الماده ودرجه الحراره في زاويه مسطحه وزاويه ايه؟ مجسمه. كمان مره على السريع. طول يعني ايه؟ مسافه يعني، كتله معاها وزمن معاها، عندنا كم شده؟ شده وشده كميه ودرجه الحراره. قولهم لي كده يا وحش، قولهم لي يلا. طول مسافة كتلة زمن. ها عندك شدتين ايه هما؟ التيار شدة الضوء كمية المضاد درجة الحرارة مسافة. ممتاز. زاويه مسطحه زاويه ايه؟ مجسمه. طب لو قال لي حاجه غيرهم تبقى كميات ايه؟ يعني لو قال لي الضغط موجود في دول، يبقى الضغط كميه ايه يا دكاتره؟ مشتقه. طب تعال نطبق كده على الكلام ده مع بعض ثواني. الاسئله بتاعت كتابك بتاع كتاب السنه دي عبد الرحمن كده قول لي اول سؤال. من الكميات الفيزيائيه الايه يا عبد الرحمن؟ الاساسيه. الاساسيه انت حافظ السبعه صح؟ الطول اساسي، المساحه اساسيه. هي المساحه بتساوي ايه؟ طول في عرض. يعني انا لو عايز اجيب مساحه الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي لازم الاول اقيس الطول واقيس الايه؟ العرض. في له تليفونات يا دكاتره. اقيس الطول واقيس الايه؟ اللي كان مطلوب مني يا دكتوره المساحه. تمام؟ اللي كان مطلوب المساحه، بس انا رحت قست طول وقست عرض، يبقى المساحه دي مشتقه. فعشان كده الف مش هتنفع. هو بيسالني عن الكميات الايه؟ الاساسيه. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. طب السرعه مشتق، العجله مشتق، دول الاثنين مش في السبعه بتوعنا. طب الكتله اساسيه لكن الحجم مشتق، دي كمان كانت مشتقه. طب الزمن والكتله مش دي كميات ايه؟ اساسيه صح؟ يبقى الاجابه الصح رقم كام؟ د. طيب من الكميات المشتقه يا عم سيف. بص يا عم سيف، السرعه اساسيه ولا مشتقه؟ مشتقه، فدي تنفع. طب المسافه اساسيه ولا مشتقه؟ اساسيه. الزمن اساسي، احنا بندور على المشتق بس، فكده دي غلط. تمام؟ معايا؟ الكتله دي اساسيه ولا مشتقه؟ اساسيه. غلط، واحنا بندور على المشتقه زي ما قلنا. الكثافه مشتق، الحجم مشتق، اي حاجه بره السبعه اللي قلنا عليهم ايه؟ مشتقه على طول. تمام؟ طيب فدي كمان غلط عشان احنا عايزين الثلاثه يبقوا مشتقين. الشغل مشتق، القوه مشتق، الطول اساسي، فدي غلط كده. لكن القوه مشتقه، الحجم مشتق، الكثافه مشتق. طب ليه يا مستر؟ ما احنا قلنا الاساسيه طول او مسافه، للمره المليون كتله، ها، زمن، شده تيار، شده الاضاءه، كميه الماده، درجه الحراره، زاويه مسطحه، زاويه ايه؟ مجسمه. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الحاجه هتتكرر لك بدل المره مليون، عشان حتى لو انت ما ذاكرتش في البيت يبقى غصب عنك فاكر نص المنهج او ثلاث ارباع المنهج معلق في دماغك. طيب واحد اللي بقى كده وصلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. يبقى اتفقنا مع بعض تاني الكميات الفيزيائيه في منها الاساسيه وفي منها الايه؟ المشتق. صلى على الحبيب. هناخد دلوقتي اهم حاجه عندك في المنهج، حاجه اسمها وحدات القياس. ليه بقول لك اهم حاجه في المنهج؟ عشان وحدات القياس دي هي اللي هتخليك تعرف تمشي في ثانيه وتمشي في ثالثه وتمشي حتى بعد الكليه، بعد وانت بتدرس كليه. صلى على الحبيب. احنا كان عندنا ثلاث انظمه يا دكاتره. تمام؟ كان عندنا ثلاث انظمه. ما هو نفس المنهج، ما اتغيرش، بس مش كله. هو الدرس الوحده الاولى بس هي اللي من اولى ثانوي. الوحدتين اللي بعد كده كلهم، او الثلاث وحدات اللي بعد كده كلهم ثانيه ثانوي. تمام؟ صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اول دوله في العالم وضعت نظام كانت فرنسا، سميته بالنظام الفرنسي. النظام الفرنسي. تمام؟ فرنسا زمان ما كانش فيه غير حاجات بسيطه، الطول، الكتله، الايه؟ الزمن. يعني الناس زمان كانت الحاجات بدائيه لسه. الناس عايزه تقيس الطول يا حاج، عايزه تقيس الايه؟ الزمن، عايزه تقيس الايه؟
الكتله والطول والزمن بس. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. فرنسا لما عملت النظام سميته بنظام جاوس. يبقى النظام الفرنسي اسمه نظام ايه يا دكاتره؟ جاوس. فرنسا قاست الطول بالايه؟ سنتيمتر. صليت على الحبيب؟ طيب قاست الطول بالسنتيمتر، الكتله قاستها بالايه؟ الزمن بالايه؟ بالثانيه. يبقى اول دوله في العالم وضعت نظام للقياس كانت مين؟ قاست الطول كرر سنت، الكتله جرام، الزمن ممتاز. كل العالم مشي ورا فرنسا وبقوا بيقيسوا الطول بالسنتي والكتله بالجرام والزمن بالثانيه. تمام؟ كل الدول بقت بتتعامل كده لحد بعد فتره زمنيه جت بريطانيا قالت اشمعنى فرنسا اللي عامله نظام؟ ما احنا كمان هنحط نظام. فرنسا عملت نظام وسميته بالنظام البريطاني على اسم بلدها يعني. بريطانيا قالوا هنقيس الطول بحاجه اسمها القدم. طب هنقيس الكتله بحاجه اسمها الباوند. طب هنقيس الزمن بحاجه اسمها الايه؟ الثانيه. في بعض دول العالم مشيت ورا فرنسا وبعض دول العالم مشيت ورا بريطانيا. فلما بيجوا يستبدلوا بقى التجاره مع بعض او يتعاملوا مع بعض بقى في لخبطه. في ناس عايزه تفضل ماشيه بدول وناس عايزه تفضل ماشيه بدول. لما حصل لخبطه بقى اتحط نظام جديد اسمه النظام المتري او النظام الدولي. يبقى النظام الدولي ده بقى يا دكاتره هيخلي فرنسا تتعامل بالوحدات دي في بلدها بس وبريطانيا تتعامل بالوحدات دي في بلدها بس. لكن النظام الدولي ده اللي كل العالم هيتعامل بيه، الطول بالمتر، الكتله بالكيلو جرام، الزمن بالايه يا دكاتره؟ بالثانيه. صلى عليه الشفيع كده عليه الصلاه والسلام. يبقى تاني ده النظري، ده الهري الكتير اللي موجود في المنهج بتاعك لازم تحفظه، لازم تقعد تقراه وتكرره مره واثنين وثلاثه. يبقى تاني كده مع بعض، فرنسا قاست الطول كتله زمن. كمان مره، فرنسا قاست الطول كتله زمن. مين اللي قلدها؟ سموه نظام قاس الطول كتله زمن. بعد كده لما لغينا النظامين دول او ركناهم على جنب، مين النظام اللي جه؟ المتري او الدولي. قسنا الطول بالايه؟ كتله زمن. وانت بتحل مسائل الفيزياء هنشتغل بالنظام الايه يا دكاتره؟ المتري ده او النظام الدولي ده. صلى على اللي يشفع فيك كده عليه الصلاه والسلام. احفظوا لي كده دول في ثانيه عشان هنحل عليهم اسئله. عارف ان في ناس حافظاها، هدخلكم في الجد بعد شويه بسرعه ما تقلقوش. خش في الجد النهارده. ها خلاص؟ فرنسا قاست الطول بايه؟ كتله الجرام. زمن، كل الانظمه اتفقت على ان الزمن بيقاس بالايه؟ بالثانيه. طيب بريطانيا قاست الطول كتله زمن. النظام الدولي قسنا الطول كتله الزمن. ممتاز. تعالى بقى كده انا هدلعك واحده واحده خالص اهو. تعالى نحل سؤال بسيط خالص. يتفق النظام الفرنسي والنظام البريطاني والنظام المتري كلهم متفقين على الايه؟ الزمن بالثانيه. دايما وانت بتذاكر كده خد اللقطه وارجع حل عليها، طبق عشان المعلومه تثبت في دماغك. طيب تعالى بقى بعد ما تصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ديت هي مساله كده على الماشي عايزه تشغيل دماغ. بيقول لي في الشكل المقابل تتحرك عمله معدنيه. العمله المعدنيه دي مش دائريه الشكل. تمام؟ انتوا عارفين الدايره دي لو في جسم هيبدا من عند الشرطه دي ويمشي كده، الجسم هيبدا من هنا كده ويبدا يمشي كده لحد ما يرجع لنفس الشرطه تاني، ومش كده مشي على الخط كله، يبقى المسافه اللي مشيها بتساوي الايه؟ المحيط. تمام؟ طب لو انا معايا عمله معدنيه ولففتها دوره يعني مشيتها مسافه قد المحيط. تاني، يبقى اي جسم دائري تمام يلف دوره، ده معناه ان المسافه اللي مشيها بتساوي المحيط. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. تاني، اي جسم دائري بيلف دوره المسافه اللي مشيها بتساوي الايه؟ كرر بالله عليك، اي جسم دائري بيلف دوره كامله يبقى كده المسافه اللي مشيها بتساوي. ممتاز. تعالى بقى ركز. بص، هو مركب لك مسطره، المسطره دي عامل لك 0 5 10 15 20 وكاتب لك سنتي. هو من 0 لحد 5. لو جينا افترضنا ان الشرطه دي ب1 2 3 4، كان المفروض ال5 تبقى هنا صح؟ هي ال5 هنا؟ لا. طيب لو خلينا ده بنص يبقى نص 1 2 3 4 5 6 7 8. ايه ده؟ ايه اللي احنا عملنا ده؟ احنا بنعد نص صح؟ طب ما تعدوا عد العيال. ده كام؟ نص 1 ونص 2 ونص 3 ونص 4 ونص 5. يبقى كده كل شرطه قيمتها كام؟
نص. صلينا على الحبيب. يبقى احنا كده في الاول عرفنا ان كل شرطه قيمتها كام؟ نص. حد مش فاهم؟ طب كده العمله المعدنيه دي لما تلف دوره يبقى كده مشيت مسافه بتساوي الايه؟ كرره تاني. اي عمله معدنيه او اي جسم كروي لما بيمشي، لما بيكمل دوره، يعني بيكمل دوره، يعني انت مسكت دي كده قلبتها لحد ما رجعتها على نفس الوضع اللي كانت عليه تاني. دي تبدا تمشيها كده هنا كده وهي ماشيه على المسطره كده. اول ما تعرف انها كملت دوره اعرف ان المسافه اللي مشيتها بتساوي المحيط. هي في سهم صغير هنا اهو بيقول ان احنا عند الشرطه دي، يبقى دي نص 1 ونص 2، يبقى دي كانت قصاد الاثنين. تمام؟ تعالوا بقى دي 15 صح؟ 15 ونص 16 ونص، الشرطه مشاوره هنا، يبقى وصلنا لكام؟ يبقى هي كانت عند الاثنين وصلت لل 17، كده المسافه اللي مشيتها كام؟ 15 سم. تمام؟ كده عرفنا نجيب ال 15 ازاي؟ عرفت يا دكتوره؟ حاسك تايه. فاهمه ولا تايه؟ ماشي. حد مش فاهم؟ ماشي. طيب قال لي بقى ايه؟ هي وصلت من هنا لحد هنا، فكانت بحيث تكمل دورتين، يعني مشيت على المحيط كم مره؟ يبقى 2 المحيط طلع هو بيساوي اللي مشيته ده كام؟ طب هو عايز المحيط بس، نقسم هنا على الاثنين، نقسم هنا على كام؟ الاثنين تروح مع الاثنين، 15 على الاثنين يديني كام؟ 7 ونص. يبقى كده المسافه اللي مشيتها كام يا دكاتره؟ 7 ونص. فهمناها؟ تاني. انت فاهمه دي؟ كانت فاهمه دي؟ كل شرطه طلعت بنص، قعدنا نجرب. فهي كانت عند الاثنين وصلت لكام؟ لل 17. كده المسافه اللي مشيتها كلها من 2 ل 17 يعني مشيت 15. هو انا لو بادئ من الصفر لحد ال 17 يبقى انا كنت مشيت 17 فعلا، لكن انا بادئ من الاثنين لحد ال 17 يبقى انا مشيت كام؟ 15. ركزي بقى كده وصلي على الحبيب. هو بيقول لي العمله المعدنيه دي اكملت دورتين. احنا قايلين ان اي جسم دائري يلف دوره يكمل دوره يبقى عمل ايه؟ مشي على المحيط مره. ده عمل كام دوره؟ يبقى مشي على المحيط كام مره؟ يعني المسافه اللي مشيها بتساوي 2 المحيط، والمسافه اللي مشيها 15، فنقسم على الاثنين يبقى المحيط طلع بكام؟ ب7 ونص. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا لدول سؤال تافه خالص حتى لو انت ما ذاكرتش الدرس. الاداه الاكثر دقه لقياس زمن جسم يسقط من اعلى مبنى. انا عايز جسم ينزل كده واحسب له الزمن اللي هياخده لحد ما ينزل على ايدي. مش محتاج ساعه ايقاف، واضح جدا. شايفين ده؟ دي اسمها ساعه ايقاف. تمام؟ ساعه اقدر اظبط بيها الوقت، اوقف بيها اخليها تقف عند قيمه، واول ما تصطدم بالارض اجي ضاغط تاني، كده حسبت الوقت. تمام؟ فدي اسمها ساعه الايه يا دكاتره؟ الايقاف. دي ساعه البندول مش هي اللي استخدمها، دي الساعه الرمليه اللي بتشيلنا دي مش هقدر برضه استخدمها. تمام؟ الاداه المناسبه لقياس كتله خاتم ذهبي. ليه؟ شايفين كلمه الجي دي؟ الجي دي معناها ايه؟ جرام. ممتاز. تمام؟ فكده انا بقيس بالجرام. الخاتم ده حاجه حساسه. تمام؟ فده اسمه الميزان الحساس. الميزان ده بيقيس بالكيلو جرام، مكتوب لي اهو. ده طبعا كلنا عارفينه في السوق، بيقيس بالكيلو جرامات برضه. اكيد مش هروح اقيس الذهب بالكيلو جرامات يعني. طيب ده اسمه الميزان الروماني، بيقيس الكتل الكبيره مش الكتل الصغيره. كتل قد 500 كيلو جرام، قد طن، قد نص طن، حاجات زي كده. صلى عليه وسلم كده عليه الصلاه والسلام. دي قلناها المره اللي فاتت. تمام؟ بس انا مش هشغلكم بيها دلوقتي عشان الناس اللي ما خدتهاش. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بصوا يا دكاتره، الجسم اللي قدامي ده اسمه القدمه ذات الورانيه. اسمه القدمه ذات الايه؟ ممتاز. بيعمل ايه؟ عارف انت البلي اللي انت بتلعب بيه في الشارع ده؟ البلي ده الكره والشكل عامل زي الكوره كده. انا عايز اقيس القطر بتاعه. اللي بيقيس للاقطار هو القدمه ذات الورانيه. بص صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. القدمه ذات الورانيه دي لها ايه؟ لها تدريج ثابت، ده اسمه تدريج ثابت. تمام؟ وشايفين الحته اللي فوق دي والحته اللي تحت دي؟ الجزء ده اللي انا بظلله لك ده، الجزء ده متحرك. لو فكنا المسمار ده نقدر نزق دول لورا او نجيبهم لقدام. معايا تاني؟ يبقى الجزء اللي انا مظلله باللون ده جزء منزلق. يعني ايه منزلق؟ يعني هو متثبت فوق دي بس ينفع نحركه لورا شويه ونجيبه لقدام شويه. لو انا حطيت جسم صغير هنا كده وانا لو سبته كده هيقع، فباجي شادد الجزء المنزلق ده واخليه يمسك على دي كويس. تمام؟ طب هو هنا حاطط لي جسم كروي اهو. احنا عايزين نقيس القطر اللي هو الحته دي. هنسمي الحته اللي احنا عايزين نقيسها دي اكس. اكس بتساوي، صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بصوا يا شباب،
التدريج الثابت ده فيه قيم من 0 لحد 10 اهو، وهنا برضو التدريج ده فيه قيم من 0 لحد 10، يعني احنا عندنا تدريجين، تدريج ثابت اللي هو باين لك كبير ده، في تدريج منزلق اللي هو ده. بصوا قلت لكم قبل كده ان المساله دي ينفع تتحل في نص خطوه براحه عبد الرحمن، مش لازم تمدد قوي كده يعني. تمام؟ الاكس دي احنا عايزين نقيس يا عم عبد الرحمن القطر صح؟ ماشي. بص يا سيدي، التدريج اللي فوق اهو التدريج اللي تحت اهو، هو ما بين الثلاثه، بالله عليك ركز لي كويس قوي، ما بين الثلاثه والاربعه في كام شرطه؟ 9. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ما بين اي رقم والرقم اللي بعده فيه 9 شرط. انت اول حاجه بتروح تعملها بتبص على الصفر اللي تحت، يبقى وانا باخد قياس القدم ذات الورانيه ببص على الصفر اللي فين؟ مين الرقم اللي بعده؟ يبقى اكيد اللي قبله كام؟ 2. انا بقى باخد الاثنين معايا؟ هو المفروض ما بين الثلاثه والاثنين دي في كام شرطه؟ في منهم 1 2 3 4، يبقى هو عايزني اكملهم، ادي 1 2 3 4 5 كده بقى في 9. بصوا يا دكاتره صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، وانا باخد قياس القدم ذات الورانيه اول حاجه ببص لها الصفر اللي تحت، اول حاجه ببص لها الصفر اللي فين؟ تمام؟ مين الرقم اللي قبله فوق؟ عرفت منين؟ مش بعده 3؟ يبقى كده قبله كام؟ معايا سيف؟ اللي قبله 3 يا عم سيف، يبقى اكيد اللي قبله كام؟ 2 صح؟ فانت بتاخد الرقم اللي قبله وتحط علامه عشريه. صعب الكلام؟ الصفر بقى اللي تحت والاثنين اللي انت كتبتها بتعرف عد الشرط. تمام؟ عد الشرط اللي ما بين الصفر وما بين الاثنين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اكتب 9. تمام؟ يبقى اول حاجه ببص لها الصفر اللي تحت، مين الرقم اللي قبله فوق؟ 2، نكتب 2 علامه عشريه. معايا يا حاج؟ اسمك ايه؟ صبري. بص يا عم صبري، يبقى 2.9، التسعه دي خدناها بسبب عدد الشرط. شايف بقى العدسه اللي جنبها دي؟ كبرها لنفسك كده وتعالى نلعب بيها شويه. السبعه في شرطه، الثمانيه دي في شرطه فوق وفي شرطه تحت صح؟ منطبقين على بعض ولا في واحده مرحله عن الثانيه؟ في واحده مرحله صح؟ مركزين؟ فمش هناخد الثمانيه. طب السبعه برضو باين ان هي منطبقه ولا مرحله؟ مرحله شويه. تمام؟ مش هناخد السبعه. طب السته واضح ان هي على بعضها صح؟ يبقى احنا هناخد كام؟ 6. تمام؟ كده خلصنا خلاص، وتحط لي بس سنتين. ركز بقى، كده خلصنا الايه؟ القدم ذات الورانيه. فيها صعوبه؟ هو بيقول لي في اي من هذه الاشكال يكون قطر الاسطوانه 2.96 سم. طلعت الاولانيه وربنا ايه. تمام؟ هاتي لي بقى انت الثانيه كده. هنا الصفر احنا بنبص للصفر اللي تحت ولا الصفر اللي فوق؟ الصفر اللي تحت اهو، الرقم اللي بعده كام؟ اكيد اللي قبله كام؟ ممتاز، يبقى بنكتب 2 بوينت. طيب الشرط بقى، انت الصفر هنا اصلا انت عارفه ان ما بين الثلاثه والثلاثه والاثنين هيبقى فيه 9 شرط، 1 2 3 4. ادي الاثنين ايه؟ الرقم اللي انت الصفر اللي تحته والرقم اللي انت كتبتيه تعد الشرط اللي ما بينهم هتلاقيهم 9، يبقى دي 9. طب تعالي نشوف دي. الثمانيه مرحله، الشرطتين مش على بعض. السته برضه واضح انها مرحله المره دي، لكن السبعه منطبقه، يبقى نكتب هنا كام؟ 7 وتحط سنتي. هل دي هي دي؟ عشان كده الشكل 2 غلط، دي كانت طلعت 2.96 لكن دي 2.97. تمام؟ الباشمهندس كده قول لي هنا اقيس ازاي؟ اول حاجه بنبص عليها مين؟ الصفر اللي تحت صح؟ مين الرقم اللي بعده كام؟ اللي قبله. يبقى حضرتك هتكتب لي الاكس بتساوي 2 وبوينت. بص بقى، عايز تعرف الصفر هنا ما بين الثلاثه وما بين الاثنين المفروض يكون في 9 شرط. 1 2 3 4، تعال نكملهم له 5 6 7 8 ادي التسعه. عد بقى ما بين الصفر وما بين الاثنين في 9 شرط، نحط 9. مين منطبق هنا؟ 8 اللي منطبقه، يبقى نحط 8 وسنتي. تمام؟ يبقى انت كده فهمت مساله القدم ذات الايه؟ الورانيه. فيها صعوبه؟ 3 مسائل اهو خدنا القراءه بتاعتهم من غير حتى ما نشرحها، يعني كده حلينا المسائل فبقينا نعرف نحل مسائل القدم ذات الايه؟ الورانيه. فهمتها يا دكتوره؟ اكيد. صلى عليه يشفع فيك بقى كده عليه الصلاه والسلام. بصوا يا دكاتره، بما اننا خلاص عرفنا يعني كميات اساسيه اللي بتتقاس على طول، المشتقه لازم نقيس حاجات عشان نجيبها. طيب وحدات القياس، اول دوله في العالم وضعت نظام كانت مين؟ فرنسا. بصوا بقى، احنا عايزين نجيب كل الوحدات الاساسيه دي، عايزين نجيب لها وحدات دوليه. احنا كنا بنقول عندنا هنا طول كتله زمن، عندنا برضو في شده
التيار، تمام، في شدة الإضاءة، تمام، في عندنا كمية المادة في درجة الحرارة في زاوية مسطحة، تمام، في الزاوية الايه؟ المجسمة. بصوا يا دكاترة، صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. اهو ببساطة كده واحدة واحدة. شدة التيار وحدة قياسها الدولية الأمبير، بنرمز لها بالرمز ايه كده؟ طبعا المتر ام، كيلو جرام كي جي، الثانية اس. شدة الإضاءة كانديلا، حاجة اسمها الكانديلا. كمية المادة حاجة اسمها المول. درجة الحرارة كلفن، وبنرمز لها بالرمز كي. الزاوية المسطحة حاجة اسمها راديان، تمام. الزاوية المجسمة حاجة اسمها استراديان. صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. دول المفروض تحفظهم. السبورة اللي قدامك دي المفروض تبقى مبصومة جوه دماغك أصلا. هي نظري، ما بلاش حاجة انك انت تحفظها وتفهم بقى بالطريقة اللي هنا دي. يبقى وحدة قياس الطول هي الايه؟ هننطق الطول كتلة، الزمن، تمام، شدة التيار، شدة الإضاءة، كمية المادة مول. كمية المادة ايه؟ درجة الحرارة كلفن، زاوية مسطحة راديان، زاوية مجسمة. بنعرف دول من بعض ازاي؟ الزاوية المسطحة زاوية عادية، المجسمة كده ولها طربوش صغير، تمام. يبقى دي زاوية عادية خالص، دي مجسمة بتعرف تشوفها من أي اتجاهات. يبقى تاني، شدة التيار أمبير، شدة الإضاءة كانديلا، كمية المادة مول، درجة الحرارة كلفن، زاوية مسطحة، زاوية مجسمة. ممتاز. صلى عليه يشفع فيك كده عليه الصلاة والسلام. فهمنا الكلام ده؟ أنا أتمنى إن حضرتك تذاكر من السبورة، مش عايزك تعمل حاجة غير إنك أنت تذاكر من السبورة بس، تاخدها تبيضها كده عندك في كشكولك وتقعد تذاكر منها. الكتاب هيعقدك في حاجات كتيرة في المذاكرة. أنا عايزك الكتاب تستخدمه كحل وقراءة بس على السريع، لكن مذاكرتك الأساسية من السبورة، تمام؟ نبدأ بقى دلوقتي، هناخد التحويلات، كل التحويلات اللي هتقابلك في حياتك بعد كده هتاخدها دلوقتي، تمام؟ صلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ الدنيا مظبوطة؟ ماشي. بصوا يا دكاترة، التحويلات احنا لينا طريقة عملنا لكم السنة اللي فاتت في أولى ثانوي وقلنا لكم عليها كتير. الطول بيقاس بالمتر، الزمن طيب احنا الكتلة المفروض كيلو جرام، بس احنا هنخليها هنا جرام بس. طب شدة التيار أمبير، تمام؟ طيب ركز كده معايا. هو أنا لما أكلمك عن المتر، كلنا عارفين إن طول المتر كام؟ مش حاجة قد كده؟ صح؟ تمام؟ يعني أنا أول ما أكتب لك إم فأنت تقرأها متر، فالمتر حاجة قد كده. طب لو جيت يا حاج قلت لك قبلها كي، يبقى اسمها إيه؟ اسمها إيه يا دكاترة كده؟ كيلو متر، صح؟ طب هل قيمة الكيلو متر دي لسه زي ما هي كده ولا زادت؟ يبقى حرف الكي ده عمل إيه في المتر؟ زود قيمته ولا نقص قيمته؟ المتر حته قد كده، لكن الكيلو متر من هنا لحد المول اللي بره، ويمكن زياده كمان. طب انا الحرف الكده انا حطيته قبل المتر ولا بعده؟ بدات بيه يعني، صح؟ فعشان كده ده بنسميه بادئه. بنسميه ايه يا دكاتره؟ البادئه دي عملت ايه في المتر؟ زودت ايه؟ قيمته. طب المتر كلنا عارفينه ولسه قايلين حاجه قد كده. طب لو حطينا قبله حرف الام بقى اسمه ايه؟ ملي متر. المتر اللي كان كده لما اتحط جنبه حرف بقى قد كده، بقى حاجه قد الملي، حاجه صغيره جدا كده، تمام؟ طب الملي متر ده بعد ما تصلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام، حرف الام ده مش هو الملي؟ اتحط قبل المتر، صح؟ فقلنا عليه برضو ايه يا دكاتره؟ بس ده زود القيمه ولا نقص القيمه؟ يبقى في عندنا دلوقتي حاجه اسمها بادئات. في حاجه اسمها ايه؟ البادئات بتعمل ايه؟ تزود القيمه او تنقص القيمه. تاني، يبقى البادئات بتعمل ايه؟ تزود القيمه او تنقص القيمه. صلى عليه يشفع فيك كده عليه الصلاه والسلام. انت بقى مطلوب منك تعرف معايا شويه بادئات مهمه. حاجه اسمها التيره، تمام؟ في حاجه كمان اسمها الايه؟ الجيجا، تمام؟ في حاجه اسمها الميجا، في حاجه اسمها الكيلو. وحد الله كده وصلوا على الحبيب. يبقى كيلو، ودي ميجا، ودي جيجا، ودي تيرا. نحفظهم مع بعض بالترتيب. اكبر حاجه فيهم، اكبر بادئه فيهم مين؟ التيرا. بعدها نقولهم في نفس واحد، يلا. تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. كمان مره. تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. كمان مره. تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. صلى عليه يشفع فيك كده عليه الصلاه والسلام. بص يا دكاتره، التيرا، بص انت عارف مثلا انا ممكن يكون معايا تيرا متر وعايز احولها لجيجا متر. مين اللي ثابت؟ مش المتر ثابت؟
وحده القياس ما بتتحولش، اللي بيتحول ايه؟ البادئه، دي بادئه ودي بادئه، فهم اللي بيتحولوا لبعض. البادئه دي اكبر من الجيجا ب 1000. ال1000 ده واحد قدامه كام صفر؟ يعني 10 اس 3. عارف لما يبقى معايا واحد وقدامه 4 اصفار يبقى كام؟ 10 اس 4. طب انا دلوقتي بحول من الكبير للصغير، ده اكبر من ده ب 10 اس 3 يبقى الاس موجب. طب لو احول من الجيجا للتيره 10 اس سالب 3. طب الجيجا برضو اكبر من الميجا ب 1000. 1000 ده يعني 10 اس 3. طب لو انا راجع 10 اس سالب 3. طب من الميجا للكيلو 10 اس 3. طب من الكيلو للميجا قصدي 10 اس سالب 3. طب من الكيلو للمتر، الكيلو اكبر من المتر 10 اس 3. طب لو احنا راجعين 10 اس سالب 3. يبقى كده كل بادئه والثانيه كل بادئه ما بينها وما بين الثانيه كام؟ 1000. كل واحده اكبر من الثانيه ب 1000. يعني التيره اكبر من الجيجا ب 1000، والجيجا اكبر من الميجا ب 1000، والميجا اكبر من الكيلو بكام؟ ب 1000، والكيلو متر اكبر من المتر ب 1000، الكيلو ثانيه اكبر من الثانيه ب 1000. شايفين كل البادئات دي ينفع تتحط قبل اي حاجه من دول. يعني ينفع اقول كيلو متر، ينفع اقول كيلو ثانيه، ينفع اقول ميجا متر، ينفع اقول ميجا ثانيه، ينفع اقول ميجا جرام. تمام؟ طيب مطلوب منك تحفظ لي دول بس كده، يلا كده مع بعض. يلا ها، اول حاجه كان اسمها ايه؟ تيرا جيجا ميجا كيلو. كمان مره، تيرا جيجا ميجا كيلو. كمان مره، تيرا جيجا ميجا كيلو. اكبر حاجه مين؟ بعدها كل واحده اكبر من الثانيه ب 10 اس كام؟ لو بحول من الكبير للصغير الاس موجب، من الصغير للكبير. طيب التحويله ممكن تجي لي ازاي؟ ممكن يجي يقول لي 5 تمام جيجا متر، عايزين نجيبها بالكيلو متر. الرقم ما بيدخلش في التحويلات، الرقم اتكتب زي ما هو. المتر برضو زي ما هو. اللي بيتحول البادئه الجيجا للكيلو، هي الجيجا ولا الكيلو؟ مين اللي اكبر؟ الجيجا اكبر، يبقى نحط 10 اس موجب. من هنا لهنا 3 وكمان 3 يبقى 10 اس كام؟ 6. يبقى عشان تحول الخمسة جيجا متر لكيلو متر، خد الخمسة اضربها في 10 اس 6، بقت خلاص كيلو متر. طيب انا لو معايا كيلو ثانية، معايا مثلا 2 كيلو ثانية، عايزين نجيبهم بالتيرة ثانية. الثانية هي الثانية، الزمن زي ما هو، الوحدة زي ما هي. اللي بتحول البادئة الرقم 2 يتكتب زي ما هو اهو، من الكيلو للتيرة 10 اس سالب، عشان بحول من الصغير للايه؟ الكبير. هنا 3 6 9 يبقى 10 اس كام؟ سالب 9. يبقى لو بنحول من الصغير للكبير 10 اس سالب كام؟ 9. صلينا على الحبيب. حد مش فاهم عملنا ايه دلوقتي؟ طيب ركز لي بقى كده بالله عليك. اس 3، ما هو الكيلو اكبر من الثانيه صح؟ لا بصي، وانت شغاله على الثانيه كأن كل ده مش موجود، كأن المربع ده ما فيهوش غير ثانيه بس. شغاله على المتر كأن ما فيش غير المتر اللي موجود. شغاله على الجرام يبقى كأن ما فيش غير الجرام اللي موجود. تمام؟ يعني من دي لاي واحده هنا 10 اس 3 على طول. بصوا بقى، صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. هو انا لو كتبت لك 5 كيلو متر وعايزها بالمتر، بالله عليك ركز في دي عشان دي اهم حاجه. الرقم يتكتب زي ما هو صح؟ من كيلو متر للمتر، مش الكيلو هنا والمتر هنا، يبقى 10 اس كام؟ ادي 10 اس 3، يبقى نضرب في 10 اس 3. سؤال مهم وحلو قوي، بس صلوا على الحبيب. بص يا سيدي، هو مين اللي اتشال من هنا؟ حط مكانه كام؟ يبقى حرف الكده قيمته 10 اس 3. لو انت هتشيل الكي ومش هتحط حاجه ثانيه يبقى تحط 10 اس 3. هو انا هنا ما حطيتش اي وحده ثانيه، لا حطيت ميجا ولا حطيت جيجا ولا حطيت تيرا صح؟ يبقى انا كده ما حولتش الكي، انا شلتها وحطيت قيمتها. معايا؟ طب تعالوا نفهم اكتر. صلى عليه شويه كده عليه الصلاه والسلام. 5 ميجا متر، عايزين نجيبها بالمتر بس. الخمسه هي صح؟ في مش الميجا، من هنا لهنا 3 وكمان 3 يبقى كام؟ 6، يبقى 10 اس 6. صلى عليه شويه كده عليه الصلاه والسلام. اللي اتشال من هنا مين؟ اتحط مكانه كام؟ يبقى الميجا قيمتها كام؟ يعني انا دلوقتي لو لقيت هنا يا دكاتره 50 في 10 اس 6، مش انا عارف ان ال 10 اس 6 دي هي الميجا، فينفع اكتب 50 ميجا. تمام؟ فاهمين؟ ساعات كده بتلاقي مثلا عدد المتابعين بتاع شخص على اليوتيوب مكتوب لك مثلا 2 وجنبها كي، دي معناها ايه؟ مش الكي دي معناها 1000، يبقى كده عنده 2000 متابع. تمام؟ فهنا برضو حرف الكي معناه 10 اس 3. بص بقى، الكي لو هتشيلها خالص هنا تروح 10 اس 3. طب الميجا 3 و3 6، طب الجيجا 3 و3 6 و3 9، طب التيرا
3 6 9 12. يبقى انت لو عايز تعرف قيمه كل واحده فيهم، حضرتك كده قيمتك 10 اس 3 لو هتتشالي خالص. طب انت قيمتك 10 اس 6 لو هنشيلك خالص. طب انت قيمتك 10 اس كام؟ 9. طب انت قيمتك 10 اس كام؟ 12. صلينا على الحبيب. تاني انت بقى في صفحه كده جديده ما بينك وما بين نفسك، فاكر ملوني كده اول حاجه هنا كانت مين؟ بعدها جيجا، بعدها ميجا، بعدها كيلو. مش ما بين ده وده 10 اس 3 يبقى دي قيمتها 10 اس 3. طب دي على ما تروح هتبقى 10 اس كام؟ 6. طب دي على ما تروح 10 اس 9. طب دي على ما تروح 10 اس 12. يبقى انت كده بقى وانت مغمض عينيك في مسائل الفيزياء لقيت 50 كيلو ثانيه. الكيلو دي 10 اس كام؟ اس 3. يبقى 10 اس 3 في 50 اهي. تمام؟ الكيلو بنشيلها ونحط كام؟ 10 اس 3 وادي الثانيه زي ما هي. طب لقيت 50 ميجا ثانيه. الميجا دي مش ب 10 اس كام؟ 6. يبقى تشيل الميجا دي وتحط كام؟ 10 اس 6. بقت شلت الميجا خالص. نحط مكانها 10 اس كام؟ 6. طب الجيجا لو عايز اشيلها احط كام؟ 10 اس 9. التيرا كام؟ 10 اس 12. نقولهم كده من غير ما نبص، كانوا بالترتيب مين؟ تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. كمان مره تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. كمان مره تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. مين اكبر حاجه فيهم؟ بعدها جيجا، بعدها ميجا، بعدها كل واحده اكبر من الثانيه ب 10 اس كام؟ 3. بنحول من الكبير للصغير الاس موجب، من الصغير للكبير ممتاز. صلينا على الحبيب. قيمه الكيلو كام؟ اس 3. الميجا 10 اس 6. الجيجا 10 اس 9. التيرا ممتاز. ده اللي انا عايزه، ده اللي انت عايزه طول الوقت في مسائل الفيزياء في السنه دي والسنه اللي جايه. تعرف قيمه الكيلو. اول ما تشوف كيلو ينفع تشيلها وتحط 10 اس 3. طب لو في 10 اس 3 ينفع تشيلها وتحط حرف الكي مكانها اللي هو كيلو. طب الميجا 10 اس 6. طب لو شفت 10 اس 6 ينفع تشيلها وتحط ام كابيتال اللي هي الميجا. طب 10 اس 9 الجيجا، ينفع تشيل الجيجا وتحط 10 اس 9 وتشيل 10 اس 9 وتحط جيجا. تمام؟ صلى عليه الشفيع كده عليه الصلاه والسلام. دي البديهات اللي هي بتكبر القيمه. يعني لو اتحطت قبل المتر بتكبرها، اتحطت قبل الثانيه بتكبرها. في بديهات بقى بتصغر. تمام؟ زي الملي، زي المايكرو، زي النانو، زي الانجستروم. تمام؟ زي البيكو، زي الفيمتو. وخلصنا على كده وشكرا قوي. صلى عليه الشفيع كده عليه الصلاه والسلام وركز لي بقى. الناحيه دي في 6 والناحيه دي في 4. اظن حفظنا الاربعه صح؟ تعال نجرب نحفظ السته. الاول بقى نقولهم تاني مع بعض يلا. تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. كمان مره تيرا، جيجا، ميجا، كيلو. هنا بقى ملي، مايكرو، نانو، انجستروم، بيكو، فيم. كمان مره ملي، مايكرو، نانو، انجستروم، بيكو، فيم. ركز يا حاج معايا. ملي، مايكرو، نانو، انجستروم، بيكو، فيم. كمان مره ملي، مايكرو، نانو، انجستروم، بيكو، فيم. دول بنقول عليهم بادئات. يعني ينفع يتكتب مليمتر، ملي ثانيه، مايكرومتر، مايكرو ثانيه، نانومتر، نانو ثانيه. كل الحاجات دي ينفع تتحط قبل وحدات القياس دي. بس دول لما بيتحطوا قبل اي واحده من دول بيصغروها. تمام؟ خد بالك بقى المتر برضو رايحه فين انت؟ ماشي. المتر ايه ده؟ في يا جدعان المتر اكبر من الملي ب 10 اس كام؟ 3. طب الملي اكبر من المايكرو ب 10 اس 3. طب المايكرو اكبر من النانو 10 اس 3. اول ما توصل للنانو اقف وعد من اول وجديد. 10 اس 1، 10 اس 2، 10 اس 3. يبقى كل البادئات ما بينها وما بين بعضها 10 اس كام؟ لحد ما نوصل لمين؟ نعد كام؟ 1 2 3. تمام؟ يبقى كل البادئات ما بينها وما بين بعضها 10 اس كام؟ لحد ما نوصل بعد كده نعد كام؟ 1 2 3. من الكبير للصغير اس موجب. دي الكبيره بتاعتهم. اصغر حاجه خالص الفيمتو. طب وانا راجع بقى احط الاسس السالبه. 10 اس سالب 3. ده انت كنت جاي 2 يبقى هنا 10 اس سالب 2. 10 اس سالب 1. 10 اس سالب 3. 10 اس سالب 3. وهنا برضو 10 اس سالب 3. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. في حد مش فاهم حاجه على السبوره؟ لازم نحفظ دول كده بالترتيب ونقعد نتدرب عليهم بقى. هتلاقي كل التحويلات عندك سهل. نقولهم بقى كلهم في نفس واحد كده يلا. تيرا، جيجا، ميجا، كيلو، ملي، مايكرو، نانو، انجستروم، بيكو، فيم. كمان مره
تيرا جيجا ميجا كيلو ملي مايكرو نانو انجستروم. اكبر حاجه مين؟ اصغر حاجه مين؟ الفيمتو. تمام. طب انا لو عايز احول من التيرا لحد الفيمتو في طريقتين، واحده صعبه وواحده سهله. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام وركز معايا. ركز كده معايا واحده واحده. مش عايزكم تزهقوا، المنهج طويل، لسه معانا كلام ورغي كتير قوي ومراجعات وهم ما يتلم زي ما بيقولوا. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا دلوقتي معايا 20 تيرا ثانيه، وانا بقول لك هاتها لي بالفيمتو ثانيه. بص، الثانيه هي الثانيه. الرقم يا دكاتره بيتاخد يتحول اهو، ال 20 تتكتب بس زي ما هي فيه. احنا دلوقتي عايزين نحول من التيرا للفيمتو. السؤال مين الاكبر، التيرا ولا الفيمتو؟ تيرا، يعني بحول من كبير لايه؟ فالاس موجب. تمام. ممكن بقى تمشي من هنا لهنا 3 6 9 12 15 18 21 صح؟ 21 وكمان واحد 22 و2 24 و3 27. يبقى كده في 10 اس كام؟ 27. ده لو انت عايز تحولها من التيرا لحد الفيمتو تقعد تعد. طب في خطوه بسيطه، هو انتوا فاكرين الكيلو كانت قيمته كام؟ ما تنطقوا يا جدعان. 10 اس كام؟ الميجا 10 اس 6. الجيجا التيرا كنا بنقول الاسس موجبه هنا صح؟ طب تعالى بقى، مش دي قبل دي على طول؟ دي اصغر من دي، يبقى دي 10 اس سالب. طب ده 10 اس سالب 6. طب ده 10 اس سالب 9. دي بعدها بواحد، يبقى دي 10 اس سالب 10. تمام؟ يبقى عندك هنا اهو، دي هنا تعتبر قيمتها 10 اس سالب 10. طب البيكو بعد ال 10 اس سالب 10 ب 2 10 اس سالب 12. تمام. طب الفيمتو 10 اس سالب 15. دي 10 اس سالب 9. دي 10 اس سالب 6. دي 10 اس سالب 3. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو معايا ملي متر وعايز اخليها متر بس، الملي لما تتشال يتحط مكانها 10 اس سالب 3، يعني الملي دي ب 10 اس سالب 3. من الملي لهنا 10 اس سالب 3 اهو تحويله هنا كنا كاتبين 10 اس سالب 3. طب عشان اروح من الميكرومتر للمتر بس اشيل الميكرو، يعني يبقى سالب 3 وسالب 3 بقت سالب 6. يعني الجزء اللي بعد كده ده احنا عارفين ان هنا كان فيه مين؟ قولوا لي كده، ده مين؟ الناس اللي نايمه هنا. ها، انجسترو بيكو فيمتو. مش من الملي اللي هنا 10 اس سالب 3 يبقى دي 10 اس سالب 3. طب لهنا 10 اس سالب 6. طب لهنا بعد ما بوصل للنانو زود واحد 10 اس سالب 10. طب ديت 10 اس سالب 12. طب ديت 10 اس سالب 15. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. المفروض الكلام ده تبقى زي اسمك خلاص. يبقى من التيرا نقولهم كده من غير ما نبص. يلا ها، تيرا جيجا ميجا كيلو. كمان مره، تيرا جيجا ميجا كيلو. الناحيه الثانيه ملي مايكرو نانو انجستروم بيكو. اكبر حاجه خالص مين؟ اصغر حاجه خالص مين؟ من الكبير للصغير اس موجب ولا سالب؟ موجب. من الصغير للكبير؟ من الكبير للصغير اس. من الصغير للكبير. ممتاز. طيب كل بادئه والثانيه ما بينها وما بين بعضها 10 اس كام؟ 3. تمام. لحد ما اوصل لمين؟ اول ما اوصل للنانو 1 2 3 من الاول خالص. صلى عليه الشفيع كده عليه الصلاه والسلام. تعالوا كده نحل المساله اللي احنا كنا لسه حليناها دي. الساعه كام معاكم؟ ماشي، لسه معانا 4 دقائق حلوين اهو. صلى على الحبيب. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وربنا ما اخرك، مش هاخرك. بص يا سيدي، ال 20 كتبناها زي ما هي. هو انت عايز تحول من التيره، هي التيره 10 اس كام؟ 12. عايز تحولها لمين؟ فهمتوا؟ 10 اس كام؟ سيبك من السالب والموجب. 15 و12 كام؟ 10 اس 27. بتحول من الكبير للصغير سيبها موجبه. طب لو انا جاي بقول لك ركز معايا كده، من الميجا ثانيه عايزها للمايكرو ثانيه. خد في فرق بين الميجا ام كابيتال، المايكرو مايصه شويه كده. تمام؟ من الميجا للمايكرو، هي الميجا قيمتها كام؟ 10 اس 6. المايكرو كام؟ 10 اس سالب 6. خليهم الاثنين 10 اس 12. مش من الكبير للصغير، خليها موجبه. ده لو انت عايز تحول من الناحيه دي للناحيه دي. تمام؟ طب عايز تشيلها خلاص اديك عرفت. فهمنا التحويلات؟ الحصه اللي جايه انت مفروض يعني لو انت ناصح بقى. بصوا يا دكاتره، شايفين الاسئله دي؟ السؤال رقم 9 واجب
السؤال رقم 10 واجب، السؤال رقم 11 واجب، السؤال رقم 12 واجب. او خلي بلاش 12 دلوقتي، حل لي بس الثلاث اسئله دول. تمام؟ ورقم 14 هت ايه؟ هتحاول فيه. هنزل لكم البي دي اف ده على الجروب دلوقتي. تمام؟ الحصه اللي جايه بقى لسه عندنا صيغه الابعاد، ولسه في شويه علاقات كده كده هناخدها. فهي صيغه الابعاد اللي ايه؟ وعندك بقى القياس المباشر والقياس غير المباشر. ده دخل على الدرس الثاني بتاع السنه اللي فاتت، حطه في الدرس الاول. يعني الدرس الاولاني السنه اللي فاتت كان منتهي هنا، وحط الدرس الثاني معايا في درس واحد. تمام؟ يلا توكلوا على الله، نيجي مذاكرين بقى.